السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، نتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى شي خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو ديال اليوم اللي غنبداو بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الاقتراح ديال اليوم خوتي غنقترح عليكم هذا الدجاج اللي كيجي في الفرن أكثر من رائع، بواحد الشرموله اللي كتجي اكثر من رائعه لذيذه جدا جدا. اليوم غادا تجي عندي الصديقه ديالي اللي كنقول لها مرحبا بك والف مرحبا بك اختي الحبيبه. شحال هذا ما شفتها، عام ما شفتهاش، واليوم غادا تجي عندي، غادا تشرفني ان شاء الله باذن الله. وغادا نحضر لها هذا الطبق هذا ونقول لها اختي الحبيبه قبلي عليا. المهم هي انني نشوفك ونجلس معاك. ما تنساوش تبارطاجيو القناه مع الاهل والاصدقاء ديالكم وتفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. دابا غادي ندوزو باش نحضروا الطبق ديال اليوم ان شاء الله باذن الله. فرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. دابا غادي ندوز باش نحضر الشرموله ديال الدجاج ديالي. اول حاجه غادي نوريكم بعدا الدجاج ها هو اللي عندي جوج ديال الدجاجات اللي انا فتحتهم من الظهر ديالهم، وغادي نخليهم بحال هكا صحاحين بحال هكا. كنتمنى انهم يكونوا واضحين لكم. ها هما جوج ديال الدجاجات اللي غسلتهم من طبيعه الحال بالملحه والحامض والسكينجبير. المره الجايه ان شاء الله غادي نشارك معكم الغسيل ديال الدجاج، كيفاش كننظف انا الدجاج ديالي. بسم الله على بركه الله. دابا غادي ندوز باش نحضر الشرموله ديالي. اول شيء غادي ندير بسم الله على بركه الله، غادي ندير شويه ديال الملحه. ما غنكثرش الملحه لان هاد الدجاج غيكون طايب غير في الفران وما غاديش يكون فيه الماء ولا شي حاجه، باش ما نكثروش فيه الماء بزاف، نكثروا فيه الملح بزاف عفوا ويجينا مالح. بسم الله. عندي هنايا معلقه ديال السكينجبير، معلقه ديال التحميره، ومعلقه ديال الخرقوم، وغادي ندير معلقه ديال الملحه الصينيه، وغندير نص معلقه ديال الثوم بودره اللي حضرت معكم. هاد الثومه هذه كتجي غزاله في هاد الدجاج هذا. غندير معلقه كبيره ديال المطارد او الخردل، وغادي ندير هنايا معلقه ديال صوص صوجا هي، وهنايا غادي ندير واحد جوج معالق كبار ديال الياغورت مسوس كيعطيني واحد الطراوه لهذا الدجاج. وعندي هنايا واحد دويمه ديال الزعفران اللي غادا حتى هي نفرتتها هكا. الا عندكم زعفران شعره ديروا زعفران شعره من الاحسن. وهنايا عندي واحد معلقه كبيره ديال القزبور، غير القزبور بوحدو، ما ديروش المعدنوس في هذه الوصفه هذه، ما ديروش المعدنوس. وهنايا عندي ندير واحد ربع كاس ديال الماء غير باش نحرك هاد الشرموله ديالي، غير باش هاد الشرموله ديالي تخلط ليا. السمن ما غاداش ندير السمن، غادا نديرو حتى نبغي نحمر الدجاج ديالي، عاد غادا نزيد فيه معلقه ديال السمن، غادا ندهنو بالمعلقه ديال السمن ومعلقه ديال العسل من طبيعه الحال. غادا نحيد هاد المعلقه وغادا نخدم يدي. بسم الله على بركه الله. صدقوني هاد الدجاج كيجي غزال اخوتي. عندكم شي مناسبه او لا مثلا غير نتوما ووليداتكم، علاش لا، الانسان مره يتهلا في راسو. غادا نشد هاد الدجاج ديالي وغادا نحاول ندخلو هاد الإقامه هادي مزيان اخوتي. نحاول ندخلو كاع الشرموله مزيان ما بين الجلده وما بين اللحم لداخل عاود هكا. من بعد انا غادا ندير ليه الكيردون وغادا نتقبو كامل بحال هكا. وغادا ندير الدجاجه الاخرى حتى هي بنفس الطريقه. هاد الدجاج هذا ما تيحشمكمش نهائيا وتيجي غزال وتيجي حتى في الحطه هماوي. كديروا داك
هذا غادي نرافقو ان شاء الله بالخضار بالشريطه ان شاء الله باذن الله. غتابعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر وتشوفوا ان شاء الله باذن الله كيفاش غادي نحضر هذا الدجاج هذا وكيفاش غادي ندريسيه في الصحن ديال التقديم باذن الله. هكا انا شرملت الدجاج ديالي، غادي نخليه ليله كامله غيشرب ليا هاد الشرموله هادي، وغدا ان شاء الله باذن الله عاد باش غادي نديرو يطيب. غيتبعوا الفيديو خوتي من الاول حتى الاخر. شوفوا ما شاء الله على الشرموله جات فيه، جا غزال ما شاء الله، غير هكا راه ما شاء الله كيشهي. دابا غادي نغطيه وغادي ندخلو للثلاجه الا ما عندكمش الوقت، ساعتين او 3 سوايع او 4 سوايع على حسب الوقت اللي عندكم، وديروه يطيب من طبيعه الحال. صباح الخير البنات، كي صبحتوا لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير يا ربي. اليوم الصباح ان شاء الله الا غدت ليه غادي ندير الدجاج ديالي في الطاوه ديال الفرن. بسم الله على بركه الله. غادي نديروه هنايا في الطاوه، غادي نحطو بحال هكا، نزيد ليه ديك الشرموله ديالو وندير الدجاجه الاخرى حتى هي بحال هكا. انا فرشت ليهم الكاغيط وغادي نغطيهم عاوتاني بالكاغيط، غنزيدهم كاع ديك الشرموله باش يجيو مضغمين ويجيو زوينين، باش داخله عليهم ديك الشرموله ديالهم. غادي نشد الدجاج ديالي وغادي نثقب ليه كله هكا بالكيغدو باش تدخل ليه ديك الشرموله كامله لداخل. هو كيطيب وهي الشرموله كتدخل له لداخل. جربوا هاد الدجاج اخوتي، راه تيجي غزال، ما تشبعوش منه هاد الدجاج هذا. انا راه ملي تنديرو راه ما تتبقى فيه حتى شي فرتيته. صافي غنرجع ليه هاد الكابيط هذا هكا، وغادي ندير له صافي الالمنيوم. ما غنديرو ليه لا ما لا حتى شي حاجه، غنخليوه يطيب بحال هكا. غادي ندخلوه للفران على 200 وغادي نخليه ساعه ونص في الفران. هنايا خوتي دزت عجين تخبيز، درتهم هكا غير خبيزات غير صغيورين بحال هكا. هنايا بعد ما طاب ليا الدجاج ديالي، شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجي غزال اخوتي هذا الدجاج هذا. شوفوا كيفاش كيجي، راه ما درنا فيه لا ما لا حتى شي حاجه. وشوفوا راه هو طلق الماء ديالو، ها نتوما المريقه ديالو. دابا غادا نخليه على جنب حتى نقرب ندريسي عاد باش غادا ندهنو بشويه ديال السمن وشويه العسل، وغادا نديرو باش يتحمر ليا في الفران. هنايا راني سلقت الروز وخيزو البطاطا، وهنايا سلقت البيض، وهنايا عندي الباربه اللي مسلوقه من قبل. دابا غادا ندوز باش نحضر المايونيز. ندوز باش نحضر المايونيز ديالي. عندي هنايا واحد البيضه اللي هي كامله، ما غنديرش غير الصفر، غندير بيضه كلها. غادا نزيد عليها واحد الطريس ديال الثومه،
غادي نزيد عليها معلقه ديال المطارد او الخردل، وغادي نزيد هنايا واحد 4 كاس ديال الحليب بارد، وغادي نطحن الكل حتى يطحن ليا دوك العناصر. عاد نبدا نزيد الزيت شويه بشويه. دابا غادي نبدا نزيد الزيت شويه بشويه. دابا غادي نزيدها واحد نص معلقه ديال الملحه وغادي نزيدها شويه ديال الابزار، هي شي شويه ماشي بزاف. صافي ونطحن. بعد ما كملت لا مايونيز ديالي، كتجي غزاله خوتي هاد لا مايونيز. شوفوا لا مايونيز ديالي كيفاش كتجي غزاله خوتي، وكتجي منسمه بداك الضريس ديال الثومه اللي درنا فيها، كيجي غزال. وحتى الشلاضه ديالكم كتجي بنينه، ما كتجيش باسله. غادي نخليها غنديرها في الثلاجه حتى نبغي ندريسي الطبق ديالي. الرز ديالي قطعت فيه واحد شويه ديال الخيزو اللي هو مسلوق، ودرت فيه علبه ديال الثوم. ودابا غادي ندوز نحك فيه واحد 2 ديال البيضات في الجهه الغليظه. ما غاداش ندير فيه المايس، غنكتفي فقط بخيزو والبيض والثوم، وغادي ندير فيه المايونيز من طبيعه الحال. هذا الرز كيجي غزال بديك المايونيز اللي درنا فيه هذاك الدريس ديال الثومه، كيجي مبنن. دابا غادي ندوز باش نحمر الدجاج ديالي. غادي ناخذ هنايا معلقه ديال السمن اللي هو بلدي على حقو طريقو، وغادي ناخذ حساب معلقه كبيره ديال العسل، وعندي هنايا واحد القطرات ديال الصوجا. بغيتها غير باش تعطيني داك اللون بحال العسل. غادي نخلط هذه مزيان وغادي ندهن بها الدجاج ديالي. حتى ولا بحال هكا على شكل بوماط. دابا غادي ندوز باش ندهن به هذا الدجاج ديالي. غادي ندهنو كامل الصدر والفخيضات، وندهنو كامل باش يجيني محمر وزويون. بعد ما دهنت الدجاج ديالي كامل بديك الخلطه، دابا غادي ندخلو للفران غير يتحمر واحد شويه ونحيدو. دابا غادي ندوز باش نوجد الشلاضه ديالي. بسم الله على بركه الله. غادي ندير هنايا المايونيز في الروز، ساليت منها. دابا غادي ندوز البطاطا اللي درت فيها حتى هي 2 معالق كبار ديال المايونيز، حتى هي غادي نخلطها. دابا غادي ندوز الخيزو، غادي ندير فيه شويه الخل. هنا قطعت شويه القزبور ماشي المعدنوس، درت فيه شويه ديال القزبور. غادي ندير فيه مليحه، انا ما غنكثرش الملح حيت كنسالقاه بالملحه. وغندير شويه ديال الابزار. الا كان عندكم الحامض ديروا الحامض من الاحسن. وغادي ندير زويته، وغادي ندير فيه هنايا زويته بلديه. قلت لكم الا كان الحامض ديروا فيه الحامض كيتواتى معاه بزاف. دابا غادي ندوز المطيشه. المطيشه قطعت معها غير بصيله، غندير لها شويه ديال المعدنوس، وغندير فيها شويه ديال الزيت البلديه، شويه الخل، وطريقه ديال الابزار، وشويه ديال الملح. دابا جبت هذا الطبسيل هذا اللي عندي كبير، هذا هو اللي غادا نقدم فيه الطبق ديالي. انا درت الروز في هذه الزلافه هذه، ندير وحيده هنا وغادا ندير وحيده هنا.
درت 4 ديال الروز. دابا غادي ندير بسم الله، غندير خيزو. بعد ما درت خيزو غادي ندير دابا البطاطا، غادي ندير مطيشه، من بعد ما درت شلاضه كامله ديالي اللي جات على هذا الشكل. دابا غادا نحط الدجاج، خليته هو اخر حاجه باش نحط الدجاج ديالي نحطو سخون. من بعد ما تحمر ليا الدجاج ديالي انا حطيته في الطبسيل. شوفوا كيفاش كيجي المنيضر ديالو، كيجي غزال يا سلام. ولكن المذاق راه كيجي غزال ما شاء الله. الضيفه ديالي راها وصلات، كنقول لها مرحبا بك والف مرحبا بك، نهار كبير هذا اللي نورتيني وجيتي عندي. اختي الحبيبه ربي يخليك، الله يسهل عليك اختي الحبيبه. مرحبا بك اختي الله الحبيبه، يحفظك ليا يا امين يا ربي امين. الشكل النهائي ديال الطبق ديال اليوم هو هذا. كنتمنى انه يعجبكم وتجربوه في البيوت ديالكم. شوفوا الدجاج ما شاء الله كيفاش كيجي محمر بديك المعلقه ديال العسل والسمن اللي دهنتها به. كنتمنى ان الاقتراح ديال اليوم يعجبكم ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. هنا كيوصل الفيديو ديالي النهايه ديالو، كنقول لكم مع السلامه خوتي.